صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفني امتى. لو كنت بتقلب في اليوتيوب ولقيتني طلعتلك فجأة كده فحب أعرفك بنفسي. أنا مريم البغدادي ودي تجربتي. في كل مرة هحكيلك عن موقف أو فكرة أو شخص، والمشترك ما بين كل دول إن هي قصص تستحق تتحكي والناس تنتفع بيها. وأنا من ناحيتي قررت موقفش القصة عندي، وزي ما بنسمع كتير عن ظواهر وأحداث سلبية فخلينا أنا بقى أحكيلك الإيجابي في تجربتي. من قريب كده كنت بسمع محاضرة عن تاريخ التشريع الإسلامي، ولاحظت فجأة إني عارفة أغلب المعلومات. قعدت أفكر يا ترى أنا عرفت المعلومات دي إزاي وإمتى ومن مين؟ والإجابة هنا كانت محمود سعد. خليك بقى فاكر المحاضرة دي كويس قوي علشان هنرجع لها تاني. لو معلوماتك عن محمود سعد إنه مذيع البيت بيتك وشكرا كده، فاسمح لي أقولك إنك ما تعرفوش. ومش بس أنت، أنا كمان ما كنتش أعرفه. من حوالي سنة كده بدأت أتابع محمود سعد، وطبعا ده ما كانش طواعية مني، ده كان فرض. عارف الوقت اللي الأب بيمسك فيه ريموت التلفزيون؟ أهو كده الصورة وصلت لك شوية. طبعا أنا كنت متضايقة وقلت السهرة باظت، بس ما كنتش عارفة إن أنا على ميعاد مع ألطف حكاء للقصص ممكن أشوفه. خليني أقولك كده على مبدأ بعتمده في حياتي مكون من كلمتين: ارمي ودنك. ارمي ودنك، يمكن تستفيد، يمكن تحتاج المعلومة دي قدام، محدش عارف. المهم انك عمرك ما هتخسر لو رميت ودنك. ازيكم؟ كله كويس؟ احنا هنبدأ يعني بكرة او بعده الايام الجميلة. على فكرة والله انا بلاحظ كده في الحياة انه كل الايام حلوة، وكل الايام مهمة، وكل الايام اللي الواحد بيعيشها لازم يبذل اقصى جهده عشان يعيشها كويس. الحقيقة ان انا من يوم ما رميت ودني لونس محمود سعد وانا كل حلقة بتفسح معاه حرفيا. يوم نروح القلعة، يوم السلطان حسن، يوم المتحف الاسلامي، يوم تهب في دماغنا ونحضر الشنطة ونسافر الاندلس. وهو المرشد السياحي في الرحلة، بيقولك المعلومة بمنتهى اللطف وببساطة تخليك عايز تسمع اكتر وتعرف اكتر. الراجل ده عنده سحر غريب كده، انا عن نفسي بسميه البساطة. وانا واحدة من الجيل اللي بيمل يسمع، وزي كتير قوي ما نعرفش معلومات عن الصحابة، لحد ما جه محمود سعد واتكلم عن عمر وعثمان وابو بكر وكتير من الصحابة رضي الله عنهم. كل حدوتة فيهم ما كنتش ببقى عايزاها تخلص. رحنا سوا كربلاء وعرفت هناك احداث الفتنة الكبرى، وطبعا مش محتاجة اقولك اني عيطت في خطبة الوداع. ورحنا سوا نزور الحسين، وشفنا بقيع مصر التانية اللي كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة قوي. ونهينا الرحلة في اليوم ده عند مرقد عمرو بن العاص. كل رحلة من دول عشت معاها وتأثرت فيها بشكل مختلف، وده كان مدخل لدراستي في الجامع الأزهر. فاكر المحاضرة اللي حكيت لك عنها في الأول؟ أهو محمود سعد نكش في الحتة دي جوايا، خلاني أحس إني عايزة أعرف أكتر، وإن لسه في قصص كتير قوي ما سمعتهاش. مناصل إذا دعوا للحرب لبوا، وإذا نودوا لمكرمة أجابوا، وبعدين سلوا التاريخ عنها إن أردتم، ففي صفحاته خط الجواب. هنسأل التاريخ في الأندلس. خبطنا مشوار جميل من القاهرة إلى دار البيضاء، إلى طنجة، إلى جبل طارق، إلى طريفة، إلى غرناطة، إلى إشبيلية، إلى قرطبة، إلى طليطلة. المميز في محمود سعد انه مش بيقولك ارقام وتواريخ هتنساها بعد دقايق، ده بيقولك الخلاصة اللي هتطلع بيها من القصة. حتى لما كان بيحكي عن مواضيع شخصية جدا وحساسة بالنسبة له، كان بيقدم لك خلاصة خبرته على طبق من ذهب. عارف جده الطيب اللي بيقعدك جنبه ويقولك كلام موزون؟ اهو هو ده بالظبط، كلام ما بتعرفش قيمته بجد غير لما بتحتاجه. يعني انا منساش ابدا لما قال ما تغلطش وتشتري قسط وانت مش موظف، نصيحة ابوية ما تطلعش غير من القلب. دلوقتي في بيوت بتتباع بالقسط مدى 10 سنين، يعني حاجة في منتهى السهولة. بس لازم يكون عندك الدخل الثابت، مش المؤقت أو اللي ممكن يطير في أي لحظة عشان تدفع القسط ده. ما عندكش ما تشتريش يا سيدي، بلاش لازم. لما قدم محمود سعد محتوى قصير كان له برضه بصمة مميزة، فيديوهات قصيرة بيفتح فيها المصحف معانا ويتدبر في آيات القرآن الكريم، مجرد قراءة بتأني من غير ما يتطرق لأي تفسير. لكن سبحان الله،
كنت بلاقي فجأة المعنى دخل في قلبي، وده انعكس كمان على قراءتي بشكل كبير. في رمضان اللي فات قدم محمود سعد في ونس قصص الأنبياء. وقتها قلت لأ بقى، أنا سمعت قصص الأنبياء وعارفاها كويس، لكن ممكن نبص عليها يعني وناخد فكرة. والحقيقة ان انا بقيت بستنى كل يوم الحلقة تنزل عشان اشوفها، ولاحظت وقتها ان القصص واحدة صحيح، لكن وقعها علينا بيبقى مختلف. في تأملات كتير محمود سعد خلاني اسرح فيها واركز في ابعادها، وقد ايه قصة بالشكل ده ومن الزاوية دي طلعت جميلة قوي. انا عارفة انك بتسمعني بقالك كتير وفي سؤال هتموت وتسألهولي، يا ترى انا بحكي القصة دي كلها ليه؟ هل انا بعمل دعاية لمحمود سعد مثلا؟ الحقيقة انا بحكي الموضوع ده لسببين. اولا لاني عارفة ان منتهى امل الكاتب او اي صانع محتوى مش بس انه يوصل للناس، لكنه يأثر في شخص واحد على الاقل. كلامي ده تقدر تقول انه تكريم بسيط لمجهود طلع بحب واخلاص. شكرا لباب الخلق والونس محمود سعد، شكرا لانك خليتني ارجع احب القصص تاني. وتاني سبب والاهم هو انت. ايوه انت. انا مش جاي اقولك اسمع محمود سعد خالص، لكن انا عارفة كويس قوي ان في فجوة بيننا وما بين الجيل ده، فلما نلاقي همزة وصل ما بيننا وما بينهم لازم نجرب نسمعها. وزي ما قلتلك، جرب ترمي ودنك، ما تعرفش ايه اللي ممكن تسمعه ويا ترى هيغير فيك ايه. ومين عارف، مش يمكن انت تبقى بطل الحدوتة اللي جاي. سلام عليكم.